السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في بدايه الفيديو كده يا جماعه ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، تدعي لاخواتنا في فلسطين ربنا يقوي قلبهم ويصبرهم على ما بلاهم. في الوقت ده من ثانويه عامه كل واحد بيبقى مشتت ومش عارف يحضر مراجعه نهائيه مع مين. في مصادر كتير بتنزل مراجعه نهائيه وبتقول لك انا احسن مراجعه نهائيه عندي وانا الكلام ده كله حلو وعلى راسي وكله كلام جميل كويس جدا جدا جدا. بس انت كطالب وانا كطالب، انا كطالب في السنه اللي فاتت ايه اللي خلاني اعدي 90% وايه اللي خلى طلاب كتير تعدي 90% وتخش الكليه اللي كان نفسها فيها؟ ببساطه خالص ان هي ما مشيتش ورا التشتيت، ما مشيتش ورا الملهيات والمشتتات اللي كانت بتحوطهم واللي كانت بتخليهم يفكروا في كذا اتجاه. بمعنى اصح انا جاي اقول لك في الفيديو ده ازاي تمشي الفتره اللي جايه صح، جاي اقول لك تاخد مع مين مراجعه نهائيه ومين المساطر الكويسين جدا في المراجعه النهائيه اللي انت المفروض ولازم عليك اللي انت تحضر عليهم. بمعنى اصح انا جاي اقول لك مين هم المساطر اللي لازم اللي انت تحضر معاهم المراجعه النهائيه عشان تقدر تعدي وتجيب مجموع كبير زي ما انت كان نفسك فيه. الفيديو ده يا صديقي انا مش جاي اقول لك على اسماء مدرسين وانت المفروض تاخد مع مين وتسيب مين والكلام ده كله، لان انا عارف ان احنا كطلاب وان انا كطالب السنه اللي فاتت كنت باخد مع مدرس، والمدرس اللي انا باخد عنده هبقى منحاز ليه ورايي بالنسبه له ان هو ده احسن مدرس وما ينفعش حد ياخد مش عارف ايه والكلام ده كله اللي انتوا عارفينه. انا عارف ان الطلاب بتبقى بتحب المدرسين اللي هم بياخدوا عندها، فانا في الفيديو ده منعا للاحراج ومنعا ان انا ما اثرش على حد فيكم ايا ما كان بقى هو تاثير سلبي ولا تاثير ايجابي. بس هي الفكره انا جاي اقول لك في الفيديو ده معلومه او مش معلومه، انا جاي اقول لك في الفيديو ده حاجه خلي بالك منها كويس جدا جدا جدا. ما تمشيش ورا كلام الطلاب اللي تيجي تقول لك ده المستر فلان الفلاني عامل لك مراجعه جهنميه خزعبليه مفيش منها اتنين ولازم تحضر معاه، ولو حضرت معاه هتقفل وتجيب بص 100% و99% والكلام اللي احنا بنسمعه ده كله. هتلاقي كل المدرسين جايين يقول لك على اليوتيوب ايه، انا هديك مراجعه نهائيه بص وهحل لك 8000 سؤال و20000 سؤال والكلام ده كله وهجيب لك الامتحان في شوال وهتبقى داخل وضامن كل حاجه في ايديك. انا عاوزك كده تركز وتخليك واعي، مفيش الكلام ده خالص. المدرس اللي انت حضرت معاه من اول السنه لحد دلوقتي هو ده المدرس اللي انت لازم تاخد معاه المراجعه النهائيه، هو ده المدرس اللي انت لازم تحضر له. اذا كنت بقى هتنزل السنتر ولا هتروح اونلاين ولا هتعمل ايه، شوف انت وفكر وشوف انت هتقدر تعمل ايه. لو هتقدر تنزل السنتر خلاص كان بها وتوكل على الله والسنتر هيبقى افضل حاجه ليك. لو مش هتنزل السنتر وهتقعد في البيت وتخليك اونلاين فركز كويس جدا ان الاونلاين محتاج ناس تواظب على الحاجه، تواظب على الفيديوهات باستمرار، ما تفضلش تسوف. هتفضل تسوف هتلاقي نفسك دخلت في دوامه التسويف وهتلاقي نفسك رقمت حتى المراجعه النهائيه عليك. فلو انت من الناس اللي بتسوف يا ريت تحضر كده في السنتر زي الشاطر كده وبلاش حوار الاونلاين ده خالص. نرجع لمرجوعنا، وهو افضل مدرس اللي انت تاخد معاه في المراجعه النهائيه هو المدرس اللي انت خدت معاه من اول السنه. طبعا من اول السنه اللي هو في شهر 9 ولا في شهر 8 الله اعلم انت بدات في شهر ايه بالظبط لحد دلوقتي انت المفروض مستقر على المدرس اللي انت بتاخد معاه. ما تقنعنيش ان انت لغايه دلوقتي ما استقرتش واي حد هيجي يقول لك المدرس ده بيطلع نار من بقه هتتخلى عن المدرس اللي انت فهمت معاه الفتره اللي فاتت دي كلها وتروح مع المدرس ده، الا لو كان لا قدر الله انت فيك الصفات اللي انا هقولها دي، اللي انت مثلا ما بتعرفش تحل كويس، او بتخاف تحل الا والمدرس بتاعك هو لما يحل معاك انت تحل والكلام ده كله. بمعنى انا دلوقتي جه مثلا درس الفيزياء اهو، المفروض ان انا احل على درس الفيزياء ده، جيت انا بحل وخايف ان انا احل غير لما المدرس ده يحل معايا فيديو الواجب وانا اشوفه وهو بيحل وانا امشي وراه. وكل مره على كده يعني مش اول مره بس والمره اللي بعديها انت بتحل من نفسك، لا تلاقي انت كل مره عمال مستني المستر هو اللي يقول لك ايه حل كذا يا ابني واعمل كذا يا ابني. خلي بالك انت في خطر، انت كده في خطر. ليه؟ هقول لك ليه. لان انت في الامتحان صدقني هتكون محتاج المستر ده اشد احتياج، لان انت اولا هتكون متعود على الحاجه اللي انت كنت بتسمعها في فتره المراجعه النهائيه دي كلها والفتره اللي قبلها، هتكون متعود على صوت المستر في ودانك وهو بيقول لك حل كذا واعمل كذا وشوف كذا. فانت عيني في الامتحان الكلام ده مش هيبقى موجود، كلنا عارفين الحوار ده. فانت لو مش بتحل من نفسك وبتحل كتير، وحط تحت كلمه بتحل كتير دي 1000 خط، وانت اللي بتحل بايديك وانت اللي بتغلط بايديك وانت اللي بتصحح الغلط بايديك، اعرف كده ان انت في كده ايه زي ما بيقولوا خازوق مستنيك في اخر السنه، خازوق مستنيك في الامتحان وانت قاعد في اللجنه كده في خازوق مستنيك. فانت خلي بالك من النقطه دي كويس جدا. المدرس اللي انت تاخد معاه من اول السنه لغايه دلوقتي لو بتحل معاه وانت واثق من حلك وبتغلط وبتعيد الغلط وبتحل صح بعد كده، المدرس ده كويس جدا وكمل معاه في المراجعه النهائيه يا عم، وهيبقى هو خير مدرس ليك في المراجعات النهائيه كلها. طب في ناس هتفضل تسالني في الكومنتات المستر ده كويس ولا مش كويس، المراجعه النهائيه دي كويسه ولا مش كويسه والكلام ده كله. يا جدعان اي مستر على اليوتيوب على راسي من فوق، اقسم بالله كل المصادر على اليوتيوب كويسين جدا 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 وكل المراجعات النهائيه كويسه جدا جدا جدا. بس المستر مش ساحر، المستر مش هيعمل لك كده المنهج في الجو يخترعه لك ويحطه لك في دماغك وانت كده هتبقى فل ومفيش منك اتنين.
المستر مش ساحر. اذا كان المستر عليه هو 50% فانت عليك زيهم بالظبط. يا عم بلاش 50%، لو المستر عليه 95% من الجهد والمجهود، انت لازم يكون عليك 5%. لو ال5% بتوعك دول انت ما عملتهمش على اكمل وجه ممكن، صدقني ال95% بتوع المدرس دول ولا اكنهم عملهم، اقسم بالله. هتقول لي ازاي ومش ازاي؟ هقول لك اسال اللي قبليك، اسال الدفعه اللي قبليك. انت لو مش واثق من قدراتك وبتحل بايديك، حط تحت كلمه بتحل بايديك دي 1000 خط، حل بايديك وحل كتير، صدقني هتلاقي النظام الجديد في ايديك ده لعبه، وهتبقى مفيش اسهل منها اقسم بالله. بعد كده في نهايه الفيديو ده عاوزين نطلع بكام حاجه كده لطيفه نكون متفقين عليها كلنا. المدرس اللي انت خدت معاه من اول السنه لغايه دلوقتي هو احسن مدرس تاخد معاه المراجعات النهائيه، لانك متعود على شرحه وخلاص مفيش جدال عليه. الا لو المدرس ده انت ما بتعرفش تحل معاه كويس، وفي معلومات انت مش بتفهمها كويس منه وهو بيشرحها، لا فكر كده تاني وعيد حسابات. دي اول حاجه متفقين عليها. تاني حاجه اللي احنا نتفق عليها، فكك من اي مشتتات وفكك من اي ملهيات، وما تجيش تسمع كلام العيال اللي بتيجي تقول لك المدرس ده طلع نار من بقه في المراجعه النهائيه والموضوع ده كله. المدرسين كلها كويسين بس انت انتظم معاهم. تالت حاجه ولازم نكون متفقين عليها، ان المدرس زي ما هو عليه مجهود انت برضه عليك مجهود. المدرس لو يعمل 90% فانت ال 10% بتوعك هم اهم 10% في الموضوع. ال 10% بتوعك لو انت مش هتعملهم هتلاقي 90% بتوع المدرس دول ولا كانهم عملهم ولا كانهم ليهم اي 30 لازمه. الثلاث حاجات دول لازم نكون متفقين مع بعض فيهم عشان الموضوع يمشي كده ايه زي ما بيقولوا كده زي السكينه في الحلاوه. في اخر الفيديو يا رب كل واحد ربنا يوفقه ويجيب المجموع اللي نفسه فيه ويخش الكليه اللي نفسه فيها. مش تعمل لايك على الفيديو واشتراك انت مش مشترك. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ويا رب يكون خفيف على قلبكم كده باذن الله، وسلام.